شون فينسنت جيليس، القاتل العنيد اللي مزاجه متقلب. من سنة 1994 لحد 2004 وعلى مدار 10 سنين ارتكب شون جيليس أبشع الجرائم في مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا. قتل فيها 8 ستات بطريقة بشعة ووحشية. الراجل ده كان بيعمل حاجات تقشعر لها الأبدان، من التمثيل بالجثث لممارسة الجنس معاهم حتى بعد ما يموتوا، وصولا لأكل لحوم البشر، لدرجة إن هو في مرة اعترف وقال أنا الشر بعينه. ورغم إن هو اعترف بالجرائم بتاعته بدون أي تهرب، كان باين عليه ندم بسيط، ولكن التفاصيل اللي قالها في الاعترافات بتاعته تخلي أي حد يعتقد فعلا إن هو الشر بعينه. أنا محمد موافي وأنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. شون فينسنت جيليس، الولد الغاضب. شون حياته ما كانتش سهلة من البداية. أول لما اتولد سنة 1962 أبوه كان مدمن كحول وبيعاني من مرض نفسي. اتخلى عنه هو وأمه بعد ما حصلت واقعة مرعبة. الواقعة دي إن أبوه وجه مسدس لدماغ شون وهو لسه طفل رضيع. ولكن بالرغم من كل ده شون اتربى مع أمه اللي اسمها يوفين ومع جده وجدته، وكان باين عليه إن هو بيعيش حياة عادية إلى حد ما في باتون روج. والدته كانت بتشتغل في محطة تلفزيون محلية، وكانت شايفة إن ابنها شخص مؤدب وطبيعي. كان عنده صحاب ودرجاته في المدرسة كانت درجات متوسطة، ولكن كان جوه شون في جانب مظلم بيظهر من وقت للتاني. بحسب اللي اتقال عنه عن أصحابه إن هم كانوا في مرحلة ما من عمرهم كانوا من ضمن عبدة الشيطان. في مرة من المرات جارة ليهم اسمها كارولين كلاي قالت إنها صحيت الساعة 3 الفجر على صوت دوشة وصوت عالي جدا، ولما بصت من الشباك بتاعها لقت إن شون عمال يضرب صناديق القمامة وعمال يصرخ بصوت عالي. في جار تاني قال إن شون كان زعلان علشان إن هو ما عندوش حبيبة. كارولين قالت إنه كان دايما بيعمل نوبات الغضب دي وكان فعلا شخص غاضب، ومع الوقت الشخص والطفل الغاضب ده بقى راجل، ولكن الغضب بتاعه اتحول لشيء بشع. بعد انتهاء شون من المرحلة الثانوية التحق شون بكليات صغيرة واشتغل شغلانة بسيطة بمرتب قليل، وفي الوقت ده كان لسه شون عايش مع والدته. بس لما وصل سن ال30 والدة شون سابت الشغل في محطة التلفزيون المحلية والتحقت بمكان تاني في أتلانتا. وفي الوقت ده شون بقى لوحده لأول مرة في حياته. الوحدة كانت بتقتل شون وخلته يتحول لشخص مهووس بالأفلام الإباحية. كان بيدمنها لدرجة إن هو ترك شغله، وفي الوقت ده والدته كانت بتبعت له فلوس عشان يقدر يعيش بيها. ولكن الغريب إن هو ما كانش بيشكر والدته، لا ده كان بيغضب وكان بيتخانق معاها دايما في التليفون. وبيتكرر انفعاله إن هو يطلع للحوش مرة تانية ويزعق بصوت عالي ويصرخ، والجيران ابتدت تشتكي منه مرة تانية. سنة 1992 اتقبض على شون مرة بسبب إن هو كان بيتلصص على شباك جارتهم. ولكن الغريب إن هو لما اتسأل قال أنا كنت بدور على القطة بتاعتي. سنة 1994 شون دخل في علاقة مع واحدة اسمها تيري ليموين، لكن الغريب إن هو كان باين عليه إن هو بيعاملها كويس. لكن تيري صرحت بعد كده إن شون ما كانش بيهتم بالعلاقة الحميمية معاها. وفي نفس الوقت هوس شون بالمواد الإباحية كان بيزيد بشكل مرعب. بقى بيتفرج على مواقع إباحية فيها مشاهد اغتصاب وستات ميتة وجثث متقطعة. وفي مرة شون ورى تيري صور لستات ميتة على الإنترنت. تيري خافت منه ولكن تجاهلت الموقف. الحياة ما بينهم استمرت لمدة 10 سنين تقريبا، ولكن في الوقت ده شون كان جواه شر وكان بيغلي من جواه، والشر اللي جواه محدش يتخيله. ولكن تيري ما كانتش تعرف ان شون ابتدى يطبق الدوافع الشريرة دي على أرض الواقع. في الساعات الأولى من يوم 20 مارس 1994 شون اتسلل لدار مسنين ودخل لغرفة واحدة ست كبيرة في دار المسنين اسمها بريان عندها 81 سنة. شون صرح إن هو في الأول كان ناوي إن هو يتعدى عليها جنسيا فقط، ولكن لما الست ابتدت تصرخ شون اتجنن وفقد أعصابه. شون هاجم الست دي بطريقة وحشية وطعنها حوالي 50 طعنة. الطعنات دي كانت في راسها وفي جسمها وفي أعضائها الحساسة. المشهد كان فعلا مروع لدرجة إن شون كان على وشك إن هو يفصل راسها عن جسمها، وده كان من كتر العنف. والمرعب إن دي كانت الجريمة الأولى في سلسلة جرائم لسه هتيجي عن طريق شون. بعد الجريمة دي شون اختفى من الساحة وما قتلش أي حد لمدة 5 سنين، ولكن من يناير 1999 لحد يناير 2000 شون رجع وارتكب 4 جرائم قتل جديدة لستات، وبكده وصل عدد الضحايا ل5 ضحايا. الضحية رقم 6 لشون كانت في أكتوبر سنة 2000،
والضحية السابعة كانت في شهر أكتوبر سنة 2003، وآخر ضحية كانت في شهر فبراير سنة 2004. لما الشرطة ابتدت تربط ما بين الجرائم اكتشفوا إن في شيء مشترك ومرعب ما بين كل الجرائم دي. كل الضحايا كانوا ستات ومعظمهم كانوا فتيات ليل. الأعمار بتاعتهم بتتراوح ما بين الثلاثينات ولحد الخمسينات، وكلهم اتخنقوا واتقطعوا وتعرضوا لانتهاكات جنسية. والجثث بتاعتهم كانوا دايما بيلاقوها في أماكن بعيدة عن مدينة باتون روج. ولكن الجريمة اللي هتيجي بعد كده كانت مروعة وبشكل خاص. لقوا الجثة مرمية على الأرض وواخدة وضعية شبه استعراضية وكأنها راقصة، وجنب الجثة كان موجود علامة مكتوب عليها نهاية الطريق. في 2018 المدعي العام براين بيرنس صرح وقال في مقابلة تلفزيونية مع موقع كرايم نيوز كأن شون كان بيتريق كأنها سخرية سوداء نهاية الطريق. في جريمة تانية الجثة كانت متقطعة بشكل بشع لدرجة إن الشرطة ما قدرتش تحدد هل الجثة لإنسان أو حيوان. وقتها كل الأجهزة الأمنية تأكدت إن هم قدام قاتل متسلسل حقيقي. كل جريمة كان بيبدأها شون بخنق الضحية باستخدام رباط، وبعد كده يبتدي يقطع الجثث دي. ساعات شون كان بيشيل الوشم من الجثث دي وبيقطع أجزاء من الضحايا من الأعضاء التناسلية والأعضاء الحساسة. والأسوأ من كده إن شون كان بياخد بعض الأجزاء من الأجسام دي ويحتفظ بيها كأنها تذكار. وفي بعض الأوقات شون كان بيطبخ لحم الضحايا وياكله. والأبشع من كده إن شون كان ساعات بيتعدى على الجثث دي جنسيا حتى بعد الوفاة، وكان بيعمل تصرفات مقززة جدا زي إن هو ممكن ياخد شاور مع الجثة بعد ما يقتلها، أو يقطع صباع ويحط عليه مانيكير حتى بعد ما تكون ميتة. وفي آخر جريمة سنة 2004 صور ضحية بعد ما قطعها صور كتيرة جدا، ولكن في وسط البشاعة دي شون ترك غلطة بسيطة جدا، غلطة هتخلي جهات الشرطة توصل ليه في آخر المطاف. في نفس الوقت اللي كان شون بيرتكب الجرائم دي كان في قاتل متسلسل تاني في باتون روج اسمه ديريك تودلي. لما الشرطة قبضت على ديريك سنة 2003 وجدت إن لسه جرائم القتل شغالة وملهاش أي علاقة بديريك، وده خلاهم يتأكدوا إن لسه في قاتل تاني في المدينة مازال حر وطليق. الشرطة عثرت على بقايا شعر وبصمات في مسارح الجرائم اللي ارتكبها شون، ولكن تحليل الدي ان ايه ما طلعش مطابق لأي حد موجود في قاعدة البيانات. اللي وقع شون في الآخر كان أثر الكاوتش اللي لقوه موجود في الطين جنب آخر ضحية ليه، والأثر دون كان بمثابة ضربة حظ لجميع المحققين، لأن حتى اللحظة دي ما كانش فيه أي أدلة كافية توصلهم للقاتل. المحققين صوروا الأثر دون وعملوا منه قالب، ولقوا إن نوع الكاوتش ده نوع نادر جدا من إنتاج شركة جودير. الشركة اشتغلت مع الشرطة في التحقيق وعرفوهم قاعدة البيانات لكل العملاء اللي اشتروا نفس الكاوتش ده. بعد كده ابتدت الشرطة تاخد عينات دي ان ايه من 200 شخص اشتروا الكاوتش ده، والمفاجأة ان شون جيليس وافق بكل بساطة ان هو يديهم عينة، ولما حللوها العينة طلعت مطابقة بنسبة 100%. هنا الشرطة على طول طلعت امر بالقبض عليه. في 29 ابريل 2004 قوات سوات اقتحمت بيت شون اللي كان عايش فيه مع تيري لوموين، اللي لحد اللحظة دي ما كانتش تعرف اي شيء عن جرائم شون. ولما تيري سألته هو فيه ايه رد عليها شون بكل برود وقال لها انا اسف يا حبيبتي. وأخيراً شون جيليس بقى موجود في قبضة الشرطة. أول لما شون اتقبض عليه واتحبس اعترف بكل جرائمه بكل سهولة. خلال التحقيقات كان شوية بيضحك وشوية بيتكسف، وفي بعض اللحظات كان بيحكي تفاصيل بشعة وهو مبتسم، وفي لحظات تانية كان بيعترف وبيقول الكلام دون وهو حاسس بالندم. قال مثلاً أنا آسف إني أذيت الناس، ولكن لو خرجتوني تاني قبل ما تغيب الشمس هكون قاتل واحد ومقطع جثته ورميه على الطريق، وده ممكن يخليني أندم وممكن لأ. وبرضه قال لو كان في فايدة من حياتي اللي أنا شايفها بلا قيمة وكمان المجتمع شايف إن هي كمان بلا قيمة، هتكون إني أساعد البنات الصغيرين إن هم ما يكونوش جثث في المستقبل. بالاعترافات اللي اعترفها شون جيليس اتوجه ليه تهم القتل واتحكم عليه عدد كبير جدا من الحكم المؤبد عن 7 جرائم من ال8 جرائم اللي اعترف بيهم. بعد دخول شون للسجن فضل يكتب ويعبر عن الندم بتاعه، وبعت رسائل لصديقة آخر ضحية ليه دونا جونستون. ولكن في واحدة من الرسائل دي قال كلام خطير جدا. قال إن دونا كانت سكرانة لدرجة إن أخدت منه 1.5 دقيقة لحد ما ماتت، وآخر شيء كانت بتقوله أنا مش قادرة أتنفس. وأضاف إن لسه بفكر في التقطيع بعد الموت، حاسس إن في شيء مدفون في عقل الباطن هو اللي بيدفعني أعمل الأفعال المقززة دي، بس ليه ما عنديش إجابة واضحة. طب ليه شون جيليس بقى بالشكل ده؟ إيه اللي خلاه يتحول لشخص بيقتل ويتلذذ بالجرائم بتاعته؟ للأسف مفيش أي إجابة واحدة أكيدة. رغم إن هو اتربى بدون أب، لكن حياته كطفل كانت باينة إن هي طبيعية لحد ما كبر،
ولكن في خلال التحقيقات المدعي العام بيرنرز سأله عن حاجات نفسية، واعترف جون إن كان في عنده رغبة إن هو يعمل علاقة مع أمه، الأم اللي كانت بتربيه، ولكن لما سافته وسافرت هو حس بكره وغضب من ناحيتها. وده بقى الولد الصغير اللي محدش كان يتخيل في يوم من الأيام إنه هيكون وحش حقيقي. أنت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتروح تشوف الحلقات اللي احنا نشرناها قبل كده. استنانا في الحلقات الجاية. شكرا لكم.